هتتجوز عليا يا نعمان؟ لازم يا سعدي. وايه اللي لازمه؟ أني حلفان لو جبت البنت التالتة لكون متجوز. حلفان؟ طب يا اخويا ما تصوم 3 ايام ولا تطلع كفار. اسمعي بقى يا سعدي، استهدي بالله كده وافهميني. أنا لا هطلع كفارة ولا أني ناوي أصوم. وبعدين بصراحة كده أنا محتاج عيل يسندني. لا ان شاء الله، لا هو انت ضامن اللي هتتجوزها هتجيب لك العيل؟ ضامن ربنا، وأنا ما بعملش حاجة تغضبه. أنا جاي أقول لك عشان تعملي حسابك، أني هتجوز ليلة الجمعة الجاية. يا مصيبتك، يا مصيبتك يا سعدي، يا فضحتك، يا فضحتك وسط نسوان البلد يا سعدي. وفعلا في الميعاد اللي قال عليه كان عامل ليله الدخله، وجاب جدتك عقيله من الدار للنار.